رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد بنبأ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وقال إن باريس ستظل ملتزمة بأمن الجميع في الشرق الأوسط. وذكر ماكرون في منشور على منصة إكس: سقطت الدولة الهمجية أخيراً، أشيد بالشعب السوري وشجاعته وصبره، وفي هذه المرحلة من عدم اليقين أتمنى لهم السلام والحرية والوحدة. وتابع: ستظل فرنسا ملتزمة بأمن الجميع في الشرق الأوسط. وأعلن التلفزيون السوري رسمياً اليوم الأحد انتصار الثورة العظيمة وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد. وظهر منشور على التلفزيون الرسمي كتب فيه: الثورة العظيمة انتصرت ونظام الأسد سقط. ودعا التلفزيون السوري إلى تجنب إطلاق النار في الساحات العامة. وأعلنت إدارة الأعمال العسكرية السورية اليوم الأحد حظر التجوال في دمشق اعتباراً من الساعة 4 عصراً بالتوقيت المحلي حتى 5 صباحاً. وقبل ذلك أعلنت الفصائل السورية المسلحة أنها حررت دمشق وأسقطت حكم الرئيس بشار الأسد الذي امتد 24 عاماً. وورد في بيان للفصائل المسلحة: تم بحمد الله تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد. وأضافت أنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين.